السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم في قناتنا. الرجاء الاشتراك في القناة تدعيما لنا فضلا وليس أمرا. شوفوا معنا في الصورة، هذا الشخص تعدى على جزار في محل جزارة بزرالدا الجزائر العاصمة. الواضح أن هذا المعتدي دخل المحل وتقرب من البائع، والواضح أنه كان يتكلم بصوت منخفض، الأمر اللي خلى هذا البائع اللي لابس قميص أسود يقرب من المعتدي باه يسمع واش راه يقول. في تلك اللحظة خدعه وحكمه من الرقبة بالموس ولا كيتو، ما راش واضح. شوفوا معنا الفيديو. سبحان الله، الإجرام كثر في هذه الآونة الأخيرة، والإنسان ما عادش يقدر يقدم المساعدة ولا يقرب من شخص مجهول لهذه الأفعال، لأن نظن الأفعال هذه كلها ناتجة عن المخدرات والبطالة. الناس لما شاهدت هذا الفيديو، الشيء اللي ركزت عليه كثر من الاعتداء هو تصرف البائع الثاني، وكأنه شيء لم يحدث. كاين اللي قال أنه يتقن فن اللامبالاة، وانتقدوه بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه المجرم يهرب بعدما يتمكن البائع من تخليص نفسه، والبائع يلاحق المجرم بالبوشية، وهنا البائع الثاني كمل البيع عادي، وكأن شيء لم يحدث. لاحظوا معنا، عادي يبيع، ملحقش زميلة ولا صديقة، كمل يبيع عادي. أنا هذا التصرف ما عجبنيش، لكن تصرف الخاص بي في الموقف الأول كان صحيح، لأنه ممكن أي حركة منا كانت تخلي المعتدي ممكن يذبح البائع. في اليوم الموالي البائع اللي اعتدوا عليه خرج في فيديو جديد وشكر السلطات زرالدا اللي قامت بالعمل تاعها وألقت القبض على هذا الشخص. وأيضا تكلم البائع الثاني اللي انتقدوه ودافع عن نفسه، وقال أنه خاف يتدخل وتصرى الكارثة. وانتم اعطونا آراءكم في التعليقات حول البائع الثاني وأيضا حول الحادث، وشكرا لكم.